حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم اني عندي unboxing راح اسوي وياكم. مفاجأة اليوم هي تارام، اخيرا اشتريت الكاميرا احلامي. هاي الكاميرا صار لي فترة طويلة اجمع لها، وكلش فرحت من اشتريتها وجتني من البيت، فقلت لازم اسوي unboxing وياكم. خلنا نفتحها. ما تصدقون ايش قد متحمسة، لان يعني محتاجة كاميرا. تدرون راح اسوي بعد قررت ان اسوي فلوجينج، ويعني اسهل لي احسن ما اصور بالتليفون. اوكي، فبهذا فلوجينج كيت هي الريموت، الكاميرا والباتري. خلنا نفتح الكاميرا. هاي الكاميرا بسم الله. واو، تجي وياها هذا هذا الميكروفون، حتى اذا ويندي برا هوا قوي تقدرون تسمعوني. حبيته لانه ابيض. ميكروفون تحطوه هنايا، تسوي له سلايد هيك، شكله كلش حلو. هاي الكاميرا تقدرون تفرون بيها، مثلا اذا ردت اخذ صورة هيك فاقدر يعني اشوف نفسي قبل لا اطق الصورة. هسه خلينا نشوف الريموت اللي جوياه. واو جايز، اوه هذا حتى يعني تقدر توقفوه، مثلا اذا تصور على الطبلة شي هو يوقف. واتخيل انه الكاميرا تشكل هنا. بسم الله، خلينا نجرب. اوكي، هاي الفتحة هنا فرها عليها. اوكي تمام من هنا فرها. اوكي هسه نضبط الكاميرا. واو، راح اشبعكم فيديوهات وصور. هسوي يومية فلوجينج بعدها هي يومية تدخلون على اليوتيوب وتشوفون 100,000 فلوج عن حياتي كلها. راح تشوفون الفرق بين انه من كنت اصور بالتليفون ومن هسه راح ابدي اصور بالكاميرا، وراح اجرب اخذ بيها كم صورة وراح انشرها على الانستا. لا تنسون تسوي لي فولو بالانستغرام حتى تشوفون صوري الجديدة بالكاميرا مالي سوني ZV-1. نسيت اقول انا اصلا نسيت اقول لكم انه هاي الكاميرا سوني ZV-1 جبتها اني بالبداية اشتريت سوني ZV-1F، بس انه سمعت ما بيها يعني مو ستيبل، يعني من تصور فيديو بيها. قريت وشفتها اصلا صدق بالحقيقة انه من تصور فيديو بيها ومن تمشي انت وتمشي لسوي فلوجينج راح الشاشة تتحرك وياك، يعني ما تكون ستيبل. فأنا هذا الشي زعجني، يعني اشتريت هاي الكاميرا أصلا حتى أصور بيها فلوجات لكم، يعني راح أمشي هواية، راح أركض، راح أتحرك، تدرون بعد. فرجعت ذيك الكاميرا ورجعت اشتريت هاي الكاميرا سوني ZV-1 حتى الفيديوهات تطلع حلوة من أمشي وأتحرك. وهمين قلت فد مرة أنا مشترية اشتريت هاي الترايبود، راح يسهل لي استعمال الكاميرا، لأنه راح أقوم بعد
يعني من اطلع اسوي فلوج راح اخذها وياي، تكون سهلة صغيرة، اشكلها بالكاميرا واتحكم بيها لان هي ريموت بيدقم بيه عندك، تسوي ريكورد فيديو وتقدر تطق صورة هنايا، وهنا نسوي لها لوك اور اون لوك. وهمين اذا مثلا تريدون تفتح رجلها وتخليها على الطبلة تبقى ثابتة مكانها وتصور الفيديو مالك على راحتك. فشغلة كلش حلوة، واني يعني اي واحد اللي يسوي فلوجينج لازم يشتري هذا ترايبود ويجي ويا الكيس ماله. يعني اذا ما تستعمله تخليه بالكيس احسن لك يحافظ عليه. والكاميرا هم تجي ويا كيس مثل هذا، بس انا راح اشتري لها كيس خاص واريد اخلي لها اصلا كيس اجيب لها ان شاء الله. وجبت الكاميرا وياه باتري واحد. اني سمعت انه هاي الكاميرا باتري مالتها بسرعة يخلص، يعني خاف اني قلت يعني انا طالعة دا اصور لكم فلوج وطفت علي الكاميرا، فايش راح اسوي؟ راح اجيب بعد باتريات، راح اشتري 2 باتريات وراح اشتري قاعدة مال شحن، حتى اذا طالعة مكان ودا اسوي فلوج وطفت علي ماكو مشكلة اخلي الباتري الجديد. والباتري من تريدون تشكلوه هاي الدقمة هنا تفتحوها يطلع لكم هيك باتري، يكون صغير مو كبير. هيك شكل الباتري صغير مو كبير، يعني اقدر اخليه بالجنطة مالي. فهي لازم اشتري بعد باتريات فور شور، يعني اكيد لازم اشتري باتريات. وهمين اكو فشي ثاني تقدرون تجيبوه. اكو شغلة ثانية، هاي من الميكروفون اذا تريدون الصور تطلع حلوة لازم تشترون لايت، تشترون اللايت وتحطوه هنايا. اوكي راح اخلي لكم، راح اشوفكم صورة هيك يكون شكله. هذا اللايت تحطوه هنايا حتى من الطب، لان هاي ما بيها فلاش لايت الكاميرا، هذا الشيء ما حلو بيها انه ما بيها فلاش لايت، بس تقدرون تشترون اللايت وتحطوه هنايا ومن تاخذون صورة راح هي من كيفها يعني يشتغل اللايت وتطقون الصورة. هذا الشيء راح يخلي الصورة مالتكم تصير احلى او اوضح، احلى بهواي. فاني راح اشتريها ان شاء الله، وهم راح اخذ بيها صور واجاوبكم. فلا تنسون تسوولي فولو على الانستا حتى تشوفون صوري الجديدة ويا اللايت. اني راح اشوفكم ويا اللايت وبدون اللايت همين. حاليا ما عندي اللايت فراح احط هاي الميكروفون. اتحمسوا لانه الفيديوهات راح تصير بعد احلى من هسه، وراح يعني انا راح يصير عندي واحس بعد اكثر اصور لكم فلوجات. فيا انا كلش متحمسه واتمنى انه هذا الفيديو عجبكم، وراح اعطي لكم اللينك مال الكاميرا اذا حبيتوا تشتروها. خل اخذ لكم صوره، عفوا خل اخذ لكم صوره لا تتحركون. حبايبي وصلنا الى نهايه الحلقه، لا تنسون تسووا لي سبسكرايب لايك كومنت وشير. باي.